كانوا يطلقون عليه أبو الكراتين قبل أن يشاهدوا أعماله، فقد حول النفايات الورقية والكرتونية إلى مجسمات ذات قيمة كهذه التحف التي استخدم فيها أكثر من 50,000 صفحة لعدد من الصحف، وتم توظيف الكراتين في عمل تصاميم هندسية. معلم التربية الفنية عبد الكريم الركاد علم 200 طالب على كيفية الابتكار والاستفادة من المواد المهملة بصنع لوحة أو مجسم فني. أبحث عن الابتكار، أشوف وش هو الابتكار. الحمد لله لما إلى الآن وأنا واصل بالابتكارات حقاتي، أبحث عن حاجة ما أحد سواه وروح أسويها. هذا أهم شيء عندي بالنسبة لنظامي اللي أنا ماشي عليه. هذا هو. لما تقول لي وابحث عن الخامة اللي بلاش، اروح اتكلف اشتري لي خامه مثلا ب 1000 ريال واسويها ما تسوى لها 10 ريال، هنا مشكله. يعني دائما تبحث عن الاقتصاد وتبحث عن الابتكار بنفس الوقت. آلتان حديديتان فقط في المعمل الفني، المشرط وقطعة من مركبة السيارة تسمى البلف. أما الورقيات فهي توفر من زملائه وأقربائه، وابن من بين 9 أبناء هو من سار على نهج والده. علامة استفهام. أنا ما شاركت بأي معرض خارجي إلا بالحرف اليدوية بسوق عكاظ، وهو اللي خرج صراحة. يعني لما قصروا بالسياحة وبرزون قالوا أنت منين طلعت لنا؟ قلت والله موجود. أنا مندتر ترى، أنا ما أطلعت لا إعلاما ولا شيء يعني، وشغلي زي ما أنت شايف بيتي. دائما أشوف أبوي قدامي يشتغل، لا جاء من الدوام يشتغل بالبيت، أشوفه يشتغل بكرتون دايم، وأنا حاولت أقلده وحاولت أصير زيه وأطور إن شاء الله مستواي. مع أنه لم يشارك في أي مهرجان ومنطقته لم تسمع به، إلا أنه يتمتع بصبر يعتبره أساسا في عمله. فقبل مغادرتنا يهدي لوحة للعربية كأفضل دقة وشعار يصنعها. هاني صفيان، العربية،